وافقي على العريس يا لبنى، بلاش ترفضيه زي كل مرة، ده محترم وابن ناس وقليل لما تلاقي زيه الأيام دي. أوافق إزاي بس يا لميا وانت الكبيرة؟ ما يصحش. لا يا ستي، أنا هستناكي لما تتجوزي، وأنا أصلا لسه 23 سنة ومش مستعجلة على الجواز. يا حبيبتي تستني إيه بس؟ انت بقى عادات زمان دي، دلوقتي البنت لما تتجوز سواء الكبيرة أو الصغيرة ممكن جدا تفتح باب لباقي إخواتها ويكون نصيبهم بعدها على طول ويتجوزوا ورا بعض. يعني انت فكرك كده يا لميا؟ أوافق على العريس اللي متقدم لي واتوكل على الله؟ طبعا يا لبنى، أنا شايفة كمان إنك لو ضيعتي الفرصة دي من إيدك هتندمي. أنا لو اتقدم لي واحد زيه أوافق عليه من غير تفكير. خلاص ماشي، بكرة أقول لماما تبلغ أهله اللي مستنيين ردي إني موافقة، وربنا يقدم الخير يا رب يا حبيبتي، وألف مبروك مقدما. فرحانة لك أوي أوي أوي. أنا لبنى 34 سنة. بدأت حكايتي يوم ما تقدم لي عمر جوزي. كان شاب فيه كل المواصفات اللي أي بنت تحلم بيها وتتمناها، طيب وحنين وكريم قوي. في الأول رفضته لأني كنت رافضة مبدأ الجواز قبل أختي لميا الكبيرة، لكن بعد إلحاح منها وإصرارها عليا هي وماما وصاحبتي ريم وافقت علشانهم. وفي فترة الخطوبة شفت في خطيبي العوض عن أبويا الله يرحمه. كان في صفات كتير قوي من بابا اللي اتحرمت منه من صغري، وكأن ربنا عوضني بعمر واتجوزنا وعمل لي أحلى فرح. وحضر الفرح كل صحباتي المتجوزين واللي مش متجوزين كمان، وكان في منهم اللي فرحان من قلبه بجد، وفي اللي الغل والحسد والحقد مالي قلبه. وانتهى الفرح وانا عمالة اردد في سري يا رب استر وكملها على خير يا رب. من كتر فرحة قلبي ما كنتش مصدقة نفسي. عدى اليوم وقضيت اجمل شهر عسل مع حبيبي وجوزي عمر. معاملته ليا كانت حلوة قوي، عشت معاه اجمل ايام حياتي. وبعد اول شهر عرفت اني حامل، وكنا طايرين من الفرحة. وصمم عمر يعمل لي أحلى حفلة لأنه كان نفسه في ولد قوي يشيل اسمه وشركته من بعده. وفي الحفلة حضروا أهلي وصحباتي، وكالعادة معظمهم كانوا بيحسدوني عليه ويقولوا جوزك ده يا بنتي حالة نادرة مفيش منه في الأيام دي خالص. ترد عني أختي وتقول لهم قل أعوذ برب الفلق، قولوا ما شاء الله يا جماعة، ويضحكوا وياخدوها بهزار. وكانت موجودة معانا صاحبتي ريم، صاحبة عمري، وكل أسرارنا مع بعض، مش بتخبي عني حاجة، وكل مناسبة حلوة لازم نشارك بعض فرحتنا. اتجوزت قبلي ب4 سنين وجابت ولدين عسل قوي، محمد ومالك. يومها ريم جت قالت لي أنا مبسوطة قوي يا قلبي ليكي، ويا رب دايما أشوفك فرحانة وسعيدة قوي. كنت بحسها أختي التانية زي لميا وأكتر. رديت عليها وقلت لها عقبال ما نفرح بأولادك يا حبيبة قلبي يا رب. وعدى اليوم وانتهى. وبعد فترة سمعت صوت سويت جاي من الشقة اللي جنبنا. خبطت عليهم علشان أعرف فيه ايه. لقيت جارتي بتقولي جوزها مات في حادثة. صعبت عليا قوي، خاصة إن عندها 3 بنات صغيرين. خدتهم معايا في شقتي وقلت لها حرام عليكي تسمعيهم صوت الصراخ ده، ويشوفوا لبس اسود وهم لسه صغيرين ما يفهموش حاجة، وممكن يتخضوا أو يتفزعوا من المنظر. وبدأت معاملتي مع جارتي يبقى فيها ود وقرب، وبقيت يوميا أعمل لها الأكل واخده واروح أتغدى معاها، وكمان أواسيها. بقيت براعي بناتها أكتر ما براعي جوزي وبيتي. كنت بخلي جوزي يذاكر للبنات ويراعيهم ويصرف عليهم من كافة مصاريف، لأنهم بقوا يتامى، وواجب عليا طالما جوزي معاه فلوس لازم أقف معاهم واساعدهم في ظروف زي دي. لكن مع الأيام ومن كتر ما جارتي وبناتها بيدخلوا عندنا، ابتدى جوزي وجارتي ياخدوا على بعض في الكلام ويقربوا لبعض. ابتدى يكلمها أكتر ما بيكلمني، ويهتم بأمورها وأمور عيالها أكتر. هم كانوا بيتكلموا قصاد مني، بس كنت بغير وبتضايق قوي زي أي ست. وبدأت ألاحظ إنهم بيتكلموا في التليفون كمان. خفت على بيتي وجوزي. وقتها اتصلت بريم صاحبتي، حكت لها على كل حاجة. قلت لها الحقيني بالحل يا ريم، انتي متجوزة وأكيد عندك خبرة، قوليلي أتصرف في الموقف ده ازاي. أنا مش عارفة أتصرف،
وخايفة جوزي مع الوقت يرتاح لها. ردت عليا وقالت لي: يا حبيبتي، بسرعة اقطعي علاقتك بيها واقفلي بابك عليكي وقولي لجوزك يا أنا يا هي. قلت لها: والبنات المساكين دول مين هيصرف عليهم؟ قالت لي: ابقي ابعتلهم فلوس مع حد قريبهم أو أختك ممكن تتعامل معاهم، لكن جوزك لا يا لبنى، انت جوزك كريم ومعاملته حلوة قوي وأي ست تتمناه، ما بالك بقى اللي جوزها مات وجات لها الفرصة لحد عندها. ابعدي عنها يا لبنى قبل ما الفاس تقع في الراس وتندمي على طيبتك الزيادة دي وفتح بيتك وأسرارك للكل. وفعلا عملت كده، وكل ما جارتي كانت تيجي تخبط عليا ما كنتش بفتح لها، وقلت لجوزي: امسح رقمها من عندك وما تكلمهاش تاني. وهو الله يبارك له كان بيخاف على زعلي قوي، مسح الرقم على طول وقال لي وعد مش هكلمها تاني. طالما الموضوع ده بيضايقك وانتي صح، خلي اختك تتعامل معاها افضل بعيد عن اي شك او شبهة. وبدأت الست كل يوم تيجي تخبط عليا وبناتها يفضلوا يعيطوا على الباب علشان افتح لهم، وانا ارفض افتح لهم ولا كأني موجودة. اقتصرت عنهم خالص وما اديتهاش فرصة تعرف عني حاجة تاني. ولما جت صاحبتي ريم زيارة ليا في مرة سألتني: ايه الجديد؟ جارتك عاملة معاكي ايه؟ قلت لها: لا خلاص، ربنا بعدها عني. وعمر جوزي الله يسعده قطع معاها خالص ورجعت الحياة أحسن من الأول. قالت لي: جدعة يا بت، اوعي تديها فرصة تاخد جوزك منك، ده جوزك مفيش منه الأيام دي. وضحكت قالت لي: امسكي فيه بإيدك واسنانك، ما تبقيش هبلة. وبعد ما خلصنا قعدتنا سوا واتغدينا وشربنا الشاي أخدت عيالها ومشيت، وأنا كنت فرحانة قوي إن الحياة رجعت زي الأول بيني وبين جوزي، وبقيت بعشقه وبحب كل حاجة فيه، بقى هو الهوى اللي أنا بتنفسه. وعدت الأيام وبدأت ألاحظ حاجات غريبة بتحصل في شقتي، ريحة لا تطاق تظهر شوية وتختفي. في الفترة دي كل ما جوزي يحاول يقرب مني ابتديت أشوف شكله متغير قوي، بيتحول لعفريت. كنت بقوم من النوم أتفزع بدون سبب. وحتى عمر اللي ما كانش بينام إلا جنبي بدأ ينام في أوضة لوحده ورافض تماما النوم معايا في الأوضة. ولما كنت بسأله كان يرد عليا برد مش مقنع ويقول لي: يا حبيبتي أنا بسيبك تنامي براحتك علشان ما ضايقكيش وانتي حامل. شوية شوية لقيت إن أحوالي بتتغير بشكل فظيع. بدأ عمر يتهمني بحاجات إني بعملها وأنا ما بعملهاش خالص. أنا كنت في الفترة دي حامل في 4 شهور ونص، كنت حامل في ولدين توأم. صحيت من النوم وبعد ما حكيت للدكتور على اللي حصل قالت لي أسوأ خبر في حياتي. قالت لي: الحمل نزل يا لبنى ولازم أشوفك علشان هعمل عملية. وقتها ما كنتش مصدقة كل اللي بيحصل لي بين يوم وليلة، حياتي اتشقلبت. والأسوأ من كده لما عمر عرف الخبر ده بدل ما يواسيني ويهون عليا أو حتى يستحملني الفترة دي بدأ يتخانق معايا ويتهمني إن أنا السبب. ما كنتش متوقعة منه كده أبدا. والأغرب من ده كله إنه بدأ يتهمني إن أنا بضربه وإن رميت له هدومه في الشارع، وده كله ما حصلش. أنا أصلا من اللي جرالي ما كنتش بقدر أقوم من السرير، ووصلت لمرحلة إني بقيت ميتة وأنا حية، وما كنتش بشتكي لأهلي لأني خايفة على زعلهم ومش حابة أطلع صورة جوزي وحشة قصادهم، وهو أكتر واحد منحني السعادة في حياتي. كان هو وقتها اشتكى لأهله مني وبدون أي مقدمات لقيته طلقني غيابي، وحتى الشقة اللي أنا فيها سابهالي بكل ما فيها ومشي. وما كنتش قادرة أرفع سماعة التليفون وبلغ أهلي لأني خايفة على صدمتهم من خبر طلاقي اللي ملوش أي سبب. بقيت حاسة إني في غيبوبة ومش مصدقة نفسي. بعد ما اتطلقت بقيت شايفة كل الدنيا سودة في عيني، بقيت بمشي في الشارع أكلم نفسي لدرجة إن الناس بقوا يشاوروا عليا ويقولوا: هي لبنى اتجننت ولا إيه؟ اختفى جوزي بعد ما سألت عليه كتير، وعرفت من أهله إنه سافر بلد تانية واتجوز هناك. وبدأت أدخل دوامة أمراض معرفش سببها إيه. كل يوم كنت عند دكتور شكل ومرض جديد، حتى الدكاترة النفسيين
ما سبتش دكتور غير لما رحت له، وأكبر الدكاترة أكدولي إني ما عنديش حاجة وما يعرفوش سبب الأمراض دي إيه. وفي يوم كنت راجعة من عند الدكتور وسمعت الأذان، رجلي خدتني ودخلت المسجد أصلي، وقلت أشكي اللي أحسن من الكل، أكيد هيسمعني وينجدني من اللي أنا فيه. كانت موجودة واحدة باين عليها النور والإيمان في وشها، وبالصدفة البحتة قالت لي: انت يا بنتي مسحورة سحر جديد جدا، معمول لك عمل بالتفرقة والمرض ووقف الحال. من صدمتي من كلامها قعدت أصوت واصرخ. وبكده يكون الجزء الأول من القصة انتهى. استنوني في الجزء الثاني، وبكرة أشوفكم على خير.